النهاردة وصفتنا مش عادية. المخبوزات اللي هنعملها النهاردة سهلة جدا جدا. هاتي شوية دقيق وتعالي شوفي قد ايه هتعملي مخبوزات هايلة، هشة وخفيفة ومرتفعة. تقدري تستخدمي كل الحشوات اللي بتحبيها، هتشتغل معاها. قد ايه كانت خفيفة وسريعة واتنسفت نسف حقيقي. عايزة اقول من دلوقتي انجوي، وتعالوا سريعا شوفوا قد ايه حلوة. وتقدري تستبدلي الحشوة اللي حطيتها انا باي حاجة. هنزل بذرة بسيطة من الملح على الدقيق، وبعدين سكر، وبعدين الخميرة. هقلبهم مع بعض تقليب سريع، وبعدين هنزل عليهم ببيضة حجم كبير. اتمنى البيضة دي تبقى طالعة من التلاجة بقالها يعني من 5 دقايق ل10 دقايق، تمام. وبعدين نزلت عليه بقطعة من الزبدة وحليب عندي دافي، وهروح موديهم على عجان. بياخدوا دقيقتين دقيقتين ونص جوه العجان. لو هتعمليهم على ايديكي ممكن تفضلي تعجني فيها حوالي من 5 ل7 دقايق. اي عجين في الدنيا. هنا نزلت معلقة من الزيت، تمام. اي عجين في الدنيا كل ما تعجنيه كل ما يدي يبقى يعمل ايه، يعمل يبقى هش 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 هش. فدي نصيحة مني ليكي. بعد كده بتمسكي العجينة تلميها تدهنيها زيت من فوق، وبعدين بتغلفيها كويس جدا عشان تختمر. المهم جدا انها تختمر. ما اقدرش اقول لك هتقعد قد ايه، على حسب انت هتعمليها امتى. تقعد في الصيف من نص ساعة ل40 دقيقة، لو في جو برد هتقعد فترة طويلة. فخلي بالك، عايزة تحطي العجينة تحطيها في مكان دافي عشان أهم حاجة تختمر. عشان لما تختمر هتلاقيها هشة برضو جميلة وهتديكي كمية كتير. هنا هاخد بقى أوزعها زي ما أنا عايزة، الأحجام اللي أنا عايزة. هعملها على شكل بامكن، وهفردها بشكل اللي انتوا شفتوها، وبعدين هروح مطبقاها ولمها رول بالشكل ده، وأقفلها تاني دايرة تاني وأرجعها كده، وأخلي شكلها حلو عشان يبقى شكلها وانا بقدمها جميل. وهجيب اللي هو البتاع ده، الحبل ده بتاع المطبخ اللي هو بنستخدمه في الطبخ، يعني بنربط بيه اي حاجة في المطبخ زي اكل. واحط واحدة على شكل مثلث والتانية هدخلها على شكل حرف اكس، وهلمهم كده مع بعض، شايفين. واروح ايه، اجيب حرف طويل منها من فوق واروح قافله عليها. بس هسيب شويه سبيس عشان لما تختمر ما تعمل تملى، يبقى في تتنفس. لما تكبر ما يبقاش الخيط قافل عليها قوي، يعني تبقي مهويه الخيط شويه عشان لما تختمر وتيجي تستوي بتملى شويه، غير ما بيفضلش الحجم بتاعها ده، بتكبر شويه كمان. فتبقي انتي مهويه لها شويه عشان تقدر تختمر. وتحطيها في مكان دافي عشان تختمر بسرعه، ما تاخدش منك وقت. وعايزه اقولك انك بعد ما هتعملي الكميه دي هتندمي انك ما عملتيش كتير. ده شكلها بعد ما ربطناهم جميل حقيقه، انا عاجبني قوي قوي شكلهم. هنا بقى بعد ما سبتهم حطيتهم في صينيه غطيت عليهم اختمروا، بروح مودياهم على زيت. الزيت بقى هنا في حاجه ما ينفعش يكون مغلي، اوعي اوعي اوعي. هتلاقيها راحت ملسوعه كده وشكلها احمر، وتقول لك انا استويت، لكن هي من جوه لسه نيه. لازم تاخدي الزيت من تحت تدلقيها عليه من فوق عشان كلها تستوي من فوق ومن تحت في نفس الوقت. وفي نفس الوقت برضو انتي بتقلبيها يمين وشمال ومن وش ومن الظهر. ما بتاخدش وقت خالص، اللي بقوله ده حاجات عشان تستوي. لو انتي حطاها في زيت كتير مش محتاجة تعملي الفيلم الهندي ده. لو انتي مالية زيت، بس عشان انا بحط دايما الزيت يبقى فريش، مش بحط زيت كتير. وعايزة اسمها ايه، اقولك ان هي مش بتاخد زيت خالص، ما بتشربش زيت نهائي. الزيت والله زي ما حطيته زي ما هو. حتى انا ندمانة ان انا كده يعني حطيت كمية وما يعني ما استخدمتهاش كلها. لذلك هبتدي بقى احفظها في علبة او ازازة واحطها جوه التلاجة عشان اعمل وصفة تانية عليه وافضل محافظة عليه. هنا شلت الخيط اهو بالمقص بعد ما خرجتها من التسوية. وهجيب السكر، استخدمت سكر ابيض، تقدري تستخدمي اي نوع من السكر انتي بتحبيه. وهروح عامله لها مساج بيه بالشكل كده من بره مش من جوه، بس هعمل لها مساج بالشكل ده. بصوا شكله عامل ازاي، بامكن. ما حصلش، عايزه اقول الريحه كانت حلوه قوي قوي قوي. معلقه الزبده اللي احنا بنضيفها او المعلقتين دول حقيقي حلوين قوي. هنا بقى عملنا النوتيلا مع بعض كتير. جبت معلقه كبيره من النوتيلا ورحت حطاها جوه كون كده بلاستيك زي ما انتم شايفين، ورحت مدخلاها من جوه من النص، بدل ما ادخلها جوه وهي نيه وبعدين اسويها. النوتيلا عايزه اقول يعني انا بحبها وهي كده، يعني بعد التسويه احطه بيبقى طعمي انا بالنسبه لي افضل. انتي بقى اختياري. وبعدين ضفتي بقى جبنه،
او اي نوع بقى جبن انت بتحبيه، او مربى او دجاج او whatever، اي حاجه بتحبيها، اي حاجه عايزه تحشي بيها هتحشي بيها. خطيره. بصوا بقى، هشه قوي قوي. عايزه اقول ان مش اتنسفت يعني قبل، مش انا قدمتها كده وخرجتي بيها بره، هي اتنسفت جوه المطبخ. يعني تبارك الله ما شاء الله عليهم. خطيرة، حلوة قوي، هشة، خفيفة، مرتفعة، تقدري تدي واحدة لحد من الولاد وهو خارج، او انتي خارجة ومعاكي اطفال صغيرين تحطي واحدة جوه زيبلك او اتنين على حسب كم طفل معاكي. حقيقي ما حصلش، اعملوها تعجبكم قوي قوي. انا بحبها لانها ما خدتش وقت. شوية دقيق، بيضاية لازم تبقي مخرجاها من التلاجة بشوية، يعني من 5 دقايق ل10 دقايق. الحليب يبقى دافي. دي الملاحظات اللي هتفرق معاكي. عايزة اقول انجوي يا جماعة. تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، بنزل وصفة هنا ووصفة هناك، وبرضو بقول لكم تابعوني على الفيس، وبقول لأحبابي على الفيس يتابعني على اليوتيوب. انجوي.